بقى ما اخش الامتحان ده تاني حصلت لي مشكله هدت لي كل الرصه اللي كنت عاملها. صاحبي اللي قلت لكم عليه كان دكتور وبيعمل النيابه بتاعه كليه الطب بعد ما خلص المعادله بتاعته، فبطبيعه الحال اتعرفت على كل الناس اللي شغالين معاه في النيابه ديت، الدكاتره اللي كانوا شغالين معاهم في المستشفى. مشكلتي ان انا كنت بحاول اتاقلم على حياه ما كنتش عايشها لمده 4 سنين. لما كنت في سان دييجو كنت عايش لوحدي حريه، محدش بيقول لي انت بتعمل ايه ولا رايح فين ولا جاي منين. لما عشت مع صاحبي في نفس الشقه الموضوع اختلف تماما، فكان الشغل من ناحيه والضغط بتاع المذاكره من ناحيه وصاحبي والناس الدكاتره من ناحيه، انا خلاص كنت بنهار. وفي نفس الوقت كان لازم اخش امتحان المعادله لثالث مره. طب ايه تاني اللي حصل؟ مش كنت هتاخد المعادله ثالث مره؟ ايه بقى اللي وقفك؟ انا عايز اقول لك ان اللي وقفني هو نفس السبب اللي جابني، ان انا اختلفت مع صاحبي. طبعا اختلفت معاه، كل واحد كان عايش حياه مستقله قبل كده ودلوقتي جينا عشنا مع بعض، وكل واحد عايز الامور تمشي على مزاجه، واتفقنا مع بعض ان احنا مش هنتفق وان كل واحد لازم يروح يعيش في شقه لوحده. انا عايز اقول لكم ان انا مش فاكر اصلا سبب المشكله ايه، طبعا كلها كانت حاجات تافهه. خلاص افترقنا وكل واحد مننا بقى هينام على الجنب اللي يريحه. تتحل المشاكل كده، استقر نفسيا واجتماعيا واعرف اركز بقى في الامتحان اللي عايز اخده ده؟ ابدا. تعالى بقى اقول لك ايه اللي حط على دماغي بعدها في الحلقه الجايه. انا غلطت عشان انت تستفيد. استناني.